كشفت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى مؤخرا بوزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي لتعزيز علاقات التطبيع السرية بين مسقط وتل أبيب. وجاء في وثيقة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية حصلت عليها قناة آي 24 نيوز أن الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى إقليمي في سلطنة عمان وحضره نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط وعملية السلام، فإن السلطنة تسعى إلى تمييز نفسها عن الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبالتالي فإن أي تقدم مستقبلي في علاقات التطبيع يتطلب علاقة منفصلة ومباشرة بين مسقط وتل أبيب، مع التركيز على ثمار السلام الاقتصادي وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية من المملكة العربية السعودية. وبحسب القناة الإسرائيلية فإن هناك قضية مقلقة على جدول الأعمال الإسرائيلي، وهي فتح الأجواء العمانية مستقبلا أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، حيث يعد تأمين المرور فوق سماء دولة الخليج العربي أمرا ضروريا للاستفادة من إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية. وأكدت القناة على أن القضية أثيرت في الاجتماع مع الوزير البوسعيدي، لكن لم يتم تحقيق أي اختراق حتى الآن. وبحسب مصادر تحدثت للقناة العبرية، شدد الوزير العماني على أن بلاده تفضل انخراطا نشطا وهادئا من خلف الستار في المنطقة، بما يمكنها من مواصلة الحوار المباشر مع كل من إسرائيل والفلسطينيين. من جانبها عرضت إسرائيل على عمان الانضمام إلى منتدى النقب والتعاون في عدد من المشاريع الإقليمية مع التركيز على ما يفيد الفلسطينيين. يشار إلى أنه بالعودة إلى يوليو تموز الماضي بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، قال البوسعيدي في مقابلة أن بلاده لن تكون ثالث دولة خليجية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أكد أيضا دعم بلاده لما اسمه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين. ووفقا للقناة فإنه في حين لم يتم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن القضايا الرئيسية، ترى إسرائيل أن مجرد وجود الاجتماع هو تقدم كبير يمكن أن يفتح الباب لمزيد من المحادثات رفيعة المستوى في المستقبل القريب. وفي الاجتماع الذي عقد قبيل الانتخابات الإسرائيلية قال البوسعيدي إنه منفتح على اجتماع على المستوى الوزاري بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد زار سلطنة عمان في عام 2018، حيث التقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد باعتباره أول زعيم إسرائيلي يسافر علنا إلى الدولة الخليجية. وفي وقت سابق تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره عندما كان رئيسا لأمريكا في كتابه كسر التاريخ مذكرات البيت الأبيض عن وجهة نظر سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد حول القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل. وأشار كوشنر في الفصل 28 من كتابه المثير للجدل الذي كشف فيه أسرار الفترة التي قضاها مستشار لترامب إلى وجهة النظر التي عبر عنها سلطان عمان الراحل وموقفه من الإسرائيليين وأيضا الفلسطينيين. وزار جاريد كوشنر بالتاريخ 23 من فبراير 2019 سلطنة عمان رفقة آفي بريكوفيتس وجيسون جرينبيلات وبراين هوك من أجل لقاء السلطان الراحل قابوس بن سعيد. التقى كوشنر في فندق قريب من قصر السلطان بالصحفي الأمريكي توماس فريدمان، وقال أثناء القهوة أخبرني أنه يتابع جهودي عن كثب، وأعرب عن تقديره للطريقة المختلفة التي نتبعها في المفاوضات، مضيفا حيث على عكس من سبقونا لم نحاول لعب دور الوسيط المحايد، بل نقف بثبات وبسالة مع إسرائيل بشأن السياسات التي اتفقنا عليها معهم، موقنين أن ذلك سيعمل على تأمين مناخ مليء بالثقة مع الإسرائيليين. وتابع كوشنر ذكرني توماس بقاعدته الأساسية حول المنطقة: تحدث التغيرات في الشرق الأوسط عندما يتصرف كبار اللاعبين بشكل صحيح لأسباب خاطئة. وأردف بإصرار كبير على أننا إن لم نكن نخطط لعرض دولة للفلسطينيين فإن كل جهودنا ستذهب هدرًا. ويعد قابوس الوريث الثاني عشر للملك المؤسس لدولة البوسعيد في عمان، كما أنه القائد الأطول حكما في المنطقة والعضو المؤسس الوحيد في دول مجلس التعاون الذي كان لا يزال على قيد الحياة في ذلك الوقت. وعلى غرار معظم الدول العربية لم يكن لسلطنة عمان علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكن السلطان كان قد استضاف نتنياهو مؤخرا في زيارة رسمية
زيارة بتاريخ 26 من أكتوبر تشرين الأول 2018. كانت تلك الزيارة خبرا صادما فاجأ مجتمع الاستخبارات الأمريكية، والذي فسر هذه الخطوة على أنها مؤشر على نجاح جهودنا في تغيير الانطباعات في المنطقة. يقول كوشنر في مذكراته. تحدث كوشنر عن انتظاره لما يقرب من ساعتين حضور السلطان القابوس، وأشار إلى شعوره الشديد بالجوع بينما كان في أحد قاعات القصر ينتظر وصوله. اصطحبنا إلى غرفة اجتماعات خالية من النوافذ بجدران مغطاة بألوان من الخشب الصلب تصطف على جانبيها الكراسي. حيانا السلطان وهو رجل ضئيل الهيئة بلحية مشذبة بعناية وعمامة ملكية بحرارة ودفء. عبر كوشنر عن إعجابه الشديد بالسلطان الراحل قابوس، بدءا من هيئته وصولا إلى عمق أفكاره وتصوراته للشرق الأوسط. استمر الحديث عند وصولنا للمسألة الفلسطينية. أعرب السلطان عن رأيه الذي كنت قد سمعته من غالبية الحكام في المنطقة، إلا أنه نجح في تشخيص جوهر القضية بدقة ووضوح مثيرين للإعجاب، وهو أن العنصر الأهم في طريق تحقيق السلام العربي الإسرائيلي هو إمكانية الوصول للمسجد الأقصى في الحرم القدسي. وذهب السلطان في رأيه إلى ما هو أبعد من آراء القادة الآخرين، حيث أعرب عن خيبة أمله من وسائل الإعلام العربية التي تنشر منذ سنوات رواية مضللة حول رغبة إسرائيل في تدمير المسجد الأقصى. يزعم كوشنر، وأضاف في مزعمه أن السلطان قابوس قال لها هذه الكذبة يصدقها بشكل واسع عدد كبير من الدول الإسلامية، ولذلك يجب الوقوف عليها. كما أعرب بوضوح عن تعاطفه مع عباس، شارحا كيف أن القادة العرب على مدار سنوات عملوا على تأجيج الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لصرف الانتباه عن تقصيرهم المحلي، وكذلك لحشد الدعم الشعبي. كان السلطان صريحا بشأن الضغوطات العلنية التي مارستها الدول العربية على الفلسطينيين للوقوف في وجه إسرائيل، واصفين كل من لا يفعل ذلك بالخيانة. ثم فاجأني باعترافه بأن كل هذه التصريحات العلنية كانت تتناقض مع ما يقوله القادة العرب في الغرف المغلقة، حيث توفر هذه الغرف أريحية للاعتراف بالمنافع التي جلبتها إسرائيل للمنطقة. وتوقع أن النفاق لن ينتهي إلا عندما يصرح القادة علانية بما يقولون في السر. مع استمرار نقاشنا، ألقى السلطان بعض اللوم على عباس لعدم قدرتها على إيجاد الحلول، الأمر الذي ساهم في إدامة الصراع. هذه التصريحات قادمة من الحاكم الأطول حكما في العالم العربي أعطتني الأمل في أن يدعم السلطان خطتنا للسلام، وبمزيد من التفاؤل بدا أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أمر محتمل في مسقط. أخبرني بعدها عن استمتاعه بالعشاء مع بنيامين نتنياهو، وكيف أنه رأى فرصا هائلة لعمان وجيرانها للتعاون مع إسرائيل. يزعم كوشنر، بانتهائنا من إطلاع السلطان على الخطة سألته عما إذا كان يعتقد أن لدينا فرصة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فرد بحسب زعمه إن لم نبدأ فإننا لن ننجز أو نغير أي شيء. إمكانيات عباس محدودة لكن قلبه في المكان السليم. ثم ظهرت ملامح الندم على وجه السلطان وقال أشعر بالسوء لأجل الشعب الفلسطيني، إنهم يحملون عبء العالم الإسلامي على عاتقهم. انتهى الاجتماع بعد منتصف الليل، وبينما كنا نهم بالمغادرة سأل السلطان هل نأكل؟ ويتابع كوشنر، كانت سمعة السلطان أسطورية في استضافة حفلات عشاء أكثر رسمية من تلك التي تقام في قصر باكنغهام، إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليهيئنا لما هو قادم. حاولت تجنب الطعام غير المباح حسب التعاليم اليهودية، وتناولت قضمات صغيرة حتى أتمكن من الانتقال للوجبة التالية، بينما واصل السلطان شرح الآلية التي تسير عليها الأمور في المنطقة. بعد 4 ساعات و30 وجبة لذيذة انتهينا من تناول العشاء في 4 صباحا. بينما كان السلطان يرافقنا إلى الباب لتوديعنا سأل عرضا هل ترغبون بمشاهدة مجموعة السيارات؟ أجبت السلطان بعدما أشار لي مرافقي بأنهم متعبون، من الأفضل ألا نفعل ذلك اليوم، لكنني أتطلع لمشاهدتها في زيارة المقبلة. والسطرت كنت مساعدا للتخلي عن بضع ساعات من النوم من أجل بناء ثقة أكبر بيننا وبين السلطان، الأمر الذي سيمنحنا فرصة أكبر لتحقيق السلام. علاوة على كل هذا، لقد استمتعت شخصيا بكل دقيقة من تلك الليلة، إذ متى ستتاح لنا فرصة كهذه للحديث طوال الليل مع سلطان عمان؟ اتضح لاحقا أن ذلك اللقاء كان الأخير، حيث توفي السلطان في يناير من عام 2020 عن عمر يناهز 79 عاما.
أثناء الرحلة إلى البحرين لم أستطع التوقف عن التفكير في حديثي مع السلطان في الليلة الفائتة. سطر واحد يتكرر في رأسي: أشعر بالسوء لأجل الشعب الفلسطيني، إنهم يحملون عبء العالم الإسلامي على عاتقهم، يقول كوشنر.